السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحام بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد. تعلمون أني كثيرا ما أعارض مدونات كثيرة في صحيح البخاري، والحقيقة أني لا أعارض إلا ما خالف القرآن وهو بالمئات. تعلمون أني أعارض كثير من الفقه وهو بالمئات بل بالآلاف. يعني مثلا تعلمون أن هناك ما يسمى بالعهدة العمرية. العهدة العمرية أنه لما فتح الله عز وجل على المسلمين إيليا اللي هي بيت المقدس حاليا، أرسل الخليفة عمر بن الخطاب خطابا إلى أهل إيليا يقول لهم كيف ستكون العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أو أهل الكتاب في مدينة إيليا في بيت المقدس. وعمر كما تعلمون مشهور بالعدل، فأي عدل فيما ستسمعون؟ أنا عايز أعرف بقى. الكلام ده موجود في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الثالث. ايه بقى العهدة العمرية اللي انتوا كلكم يعني مبسوطين والفقهاء مبسوطين ويقول لك العهدة العمرية العهدة العمرية؟ طب ايه العهدة العمرية يعني يقول لك لا يحدثون يعني ما يبنوش جديد كنيس ولا صومعة ولا بيعة، ما يبنوش يعني معابد لهم. وربنا بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني ده مخالف لكتاب الله اصلا، مخالف للقرآن اصلا. انا ما امنعش مسيحي انه يبني كنيسه، ما امنعش يهودي انه يبني معبد، ما امنعش مسلم انه يبني مسجد. فايه ده بقى؟ يقول لك العهده العمريه كده. طيب وايه تاني؟ قال لك ويجبرون على استضافة المسلمين 3 أيام بلياليها يبيتون عندهم ويطعمونهم. يعني ضيف بالعافية، ضيف بالقوة، ضيف بالقوة الجبرية، ولازم أطعمه. ده بالصورة من صور العسف في الحياة. ومش كده وبس، ويقول لك ولا بد ألا يركبوا الأحصنة لكن يركبوا البغال والحمير. ومش كده وبس، ويركبوها وهي أقدامهم متدلية يمنة أو يسرة، يعني ما يركبش ورجله اليمين في اليمين ورجله الشمال في الشمال على الحمار أو على البغل، لا. ومش كده وبس، ويحذف مقدم رؤوسهم. يحلق دي زيرو، الجزء الاولاني، الجزء الامامي ده. ومش كده وبس، ويجب ان يقوموا احتراما للمسلمين، يقوموا لهم. هل هذه الامور من العداله؟ يعني لما انا اقول ان البخاري كمان يعني مخطئ في انه يذكر أمور جنسية للرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه، أبقى أنا اللي غلطان ويبقى البخاري هو اللي صح، هو الجميل عظيم وأنا اللي وحش، أنا اللي كخ، أنا اللي يعني مخطئ؟ ما يعني معلش، أنا عايز أمة تحاول ده تشغله شوية. مش الصواب والخطأ مش بالشهرة، الصواب والخطأ مش بالمكانة، الصواب والخطأ مش بالميراث، الصواب والخطأ وفقا لكتاب الله، الصواب والخطأ وفقا لما جاء بكتاب الله بالتقوى وليس بشيء آخر. يعني لما أنا أناهض الفقه على المذاهب الأربعة في قولهم مثلا أنه حمل المرأة يمكن أن يستقر في بطنها 4 سنوات، والإمام مالك قال 5 و6 و7، هل أبقى أنا اللي غلطان؟ أنا اللي ببقى مخطئ؟
هل لما اقول انه ما فيش قتل المرتد ولا قتل تارك الصلاه ولا قتل زي ما بيقول الامام الشعراوي، ابقى انا اللي غلطان والامام الشعراوي هو الصح عشان هو الامام الشعراوي؟ لما اقول انه ايوه لابد ان احنا نغسل الكلى لمريض الكلى، يا فضيله الشيخ الشعراوي في قبرك، انا بكلمك كده في قبرك زي ما انت سجدت لله شكرا وانا جريح في مستشفى القوات الجويه في حرب 67، وكنت راقد وانت بتسجد لله شكرا ان انا اتهزمت وان انا اتعورت وان زمايلي اتأثروا وموجودين في سجون اسرائيل الان. هو الصواب عندكم بالشهرة؟ ما فيش حاجة بالعقل ابدا؟ ما فيش حاجة بحسن الادراك ابدا؟ ما كنتش متألم انا وانا بشوف واحد او بسمع واحد انه بيسجد شكرا لله ان انا اتهزمت ويقول لي اصل عشان الاشتراكية واصل احنا مع الاتحاد السوفيتي والكلام الفارغ ده؟ هل انا ما كنتش بسجد لله؟ في حرب 67 يا فضيلة الشيخ الشعراوي كنت مصلي انا الصبح والظهر، الصبح في موعده اللي هو الفجر في موعده قبل شروق الشمس، والظهر صليته، ثم تمت اصابتي ب 76 جرح ونسفت بيا دشمه. وده هيجي لكم ان شاء الله يوم 5 يونيو، انا هتكلم ازاي اتصبت وليه انصبت عشان تعرفوا ايه اللي حصل. يوم تسجد انت شكرا ويبقى انت صح وانا اللي غلط، ومليون واحد وملايين بتنصرك انت، انهي عقل لهذه الملايين؟ لا يوجد عقل لهذه الملايين، لا يوجد كرامه ولا اخلاق عند هذه الملايين. لما يبقى اهلهم مسجونين وجنودهم وضباطهم مسجونين في سجون اسرائيل او ملقين في غرف الانعاش وعمليات جراحيه واسره وعلى الارصفه بتاع المستشفى العسكري كان في جرحى، ويبقى احنا اللي غلط والشيخ الشعراوي صح. انتوا باي مذهب ولاي دين تدينون؟ انا عايز اعرف. ما فيش احساس يعني نفسي افهم اين الاحساس؟ اين العقل؟ اين الضمير؟ اين الاخلاق؟ اذا كل ده انا بقوله عشان ايه؟ مش ذم في الشيخ الشعراوي، بقوله علشان نحكم عقلنا في كل حاجه، نحكم عقلنا في كل شيء. مش كل واحد بعمامه يبقى صح وكل واحد لابس قميص وبنطلون زي حالاتي كده يبقى غلط. مش كل واحد اتخرج من معهد علمي يبقى صح وكل واحد اتخرج من الكليه الحربيه زي حالاتي كده او من كليه الحقوق يبقى غلط. لا يعرف الحق باقدار الرجال، لكن اعرف الحق تعرف اهله. ده على فكره مقوله عن الامام علي بن ابي طالب، لا يعرف الحق باقدار الرجال لكن اعرف الحق تعرف اهله. وده عنوان الحلقه على فكره، ده عنوان هذا الفيديو، اعرف الحق تعرف اهله. ما ينفعش كل لما اكلم حد فيكم يقول لك لا اصل الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان غلط، شيخ بيقول لك انه قتل تارك الصلاه، شيخ بيقول لك انه ما قتل الزنا، شيخ بيقول لك قتل ايه المرتد. هل هذا اسلام؟ هل ده دين الاسلام؟ امال فين ربنا لما بيقول ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فين انت من قول المولى عز وجل لا اكراه في الدين؟ فين انت من قول المولى عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فين انت من قول المولى عز وجل وقولوا للناس حسنا؟ فين انت اصلا من القرآن؟ ولا انتوا مالكوش دعوه بالقرآن وخلاص خدتوا البخاري هو ده الدين بتاعكم وهو ده كتابكم؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي تحزن وتزعل على الأمة كلها. يبقى إذن لابد أن يكون لنا عقل يدرك قبل أن تكون لنا عاطفة تنتمي. العاطفة دي اركنها على جنب شوية،
خلي عندك عقل الاول وبعدين شغل العاطفه، مش العاطفه قبل اولا واخيرا. عموما لا اريد الاطاله ولا احب الاطاله، لكن حاولوا تعرفوا ان السلف اقل منا فكرا، واقل منا تدبرا، واقل منا تدينا، واقل منا في تحضرا، واقل منا علما، واقل في كل شيء. صحيح انهم كانوا على قله امكانياتهم مؤمنين وجاهدوا في سبيل الله دفاعا، وهؤلاء على العين وعلى الراس. الصحابه الذين كانوا في بدر على العين وعلى الراس، الصحابة الذين كانوا في أحد على العين وعلى الرأس، الصحابة الذين كانوا في غزوة الأحزاب على العين وعلى الرأس، الصحابة الذين كانوا في غزوة حنين على العين وعلى الرأس. إنما أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أنا أتكلم عن آخرين تعلمونهم جيدا. إخوة الإسلام، أرجوكم حكموا العقل. شكرا جزيلا يا إخوة، شكرا جزيلا.